الزفة بدأت والمزامير كانت مالية الشارع، والعروسة كانت نازلة من الكوافير وهي ماسكة إيد صاحبتها جيهان. جيهان كانت بتمثل إنها خايفة على الفستان وبترتب الطرحة للعروسة، وكانت بتقول لكل الناس: يا حبيبتي أنا مش هسيبك النهاردة لحد ما أدخلك شقتك بإيدي، أنتي أغلى من أختي. العروسة ركبت عربية الفرح مع عريسها، وجيهان قالت لهم: أنا هركب التاكسي اللي وراكم على طول عشان أشيل معاكم الهدايا والشنط. وبالصدفة العروسة كانت ناسية جهاز اللاسلكي الصغير اللي كانت بتلعب بيه مع عريسها في شنطة جيهان، والجهاز كان شغال وواصل بالسماعة اللي في ودن العريس. في نص الطريق العريس سمع صوت وشوشة جاية من السماعة، وفجأة سمع صوت جيهان وهي بتكلم سواق التاكسي وبتقوله بضحكة شريرة: أول ما نوصل عند القاعة أنت هتاخد الشنطة دي وتطير، فيها كل نقط العروسة ودهب الأم اللي سرقته من الشقة الصبح وأنا بفرش الهدوم، وخليهم هم بقى يتخانقوا مع بعض ويقولوا الدهب ضعفين. العروسة الدم نشف في عروقها وهي سمع كلام جيهان في ودن عريسها. العريس ما كانش هينفع يوقف الزفة في نص الشارع، فعمل حركة ذكية، اتصل بكمين شرطة قريب من القاعة وقال لهم على رقم التاكسي. أول ما وصلوا عند باب القاعة التاكسي حاول يهرب زي ما اتفقوا، بس الحكومة كانت واقفاله بالمرصاد. جيهان كانت لسه بتمثل الصدمة وبتقول: يا لهوي السواق سرق الشنطة وجرى، بس العريس طلع السماعة وخلى الكل يسمع تسجيل اللاسلكي اللي فضحت فيه نفسها وهي بتخطط للسرقة. جيهان وشها بقى زي الكفن، والشنطة اتفتحت وطلع منها الذهب والفلوس قدام أهل العريس وأهل العروسة. جيهان اتقبض عليها في ليلة الفرح بالجريسة، والعروسة عرفت إن اللي شايله لها الفستان كانت هي اللي بتخطط تسرق شقة عمرها في أهم ليلة في حياتها، والحرص واجب حتى من الظل. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي تفتكرها سندك في الزحمة ممكن تكون هي اللي بتنشل جيبك بدم بارد، والحق دايما بيبان ولو بجهاز لاسلكي صغير.